وكانت هتموت واتكسرت وقعدت تتعالج. مدبرة؟ مدبرة طبعا طبعا. مين اللي دبرها؟ الله اعلم، ما بتعرفي؟ ما اعرفش، حتى لو عرفت مش عايزه اقول لك يا ديشان. مش هقول لك يا ديشان. انت عارف كل حاجه. لا مش عارف حاجه، انا عايز اسمع منك. والناس كلها عارفه. الناس كلها عارفه. بس انا مش لازم يعني في رمضان عهدت نفسي ان انا ما اتكلمش وحش على حد. حماس شريهان اليوم ب 2013 بميدان التحرير، غير انه هي مواطنه مصريه للصميم، غير انه هي مواطنه مصريه وبتحب مصر 24 ايراد، هل في نوع من الانتقام للماضي انت عم تذكريه؟ والله هي طلعت في التلفزيون وقالت ان انا اتعذبت كتير، حكت يعني. ما اعرفش قناه دريم ولا اني قناه طلع، لا العربيه. قالت انها اتعذبت مع نجوى قاسم، يعني اعترفت انها اتعذبت. يعني وانا عارفه انها اتعذبت قوي، انا عارفه كويس قوي. بس هي اصل ساعات احيانا يا نشان الواحد وهو انت بتقولي ما سمعت نصيحتك؟ ما سمعتش نصيحتي. قلت لها سيب الناس دولت ما تقربلهمش عشان خطر عليكي، ما سمعتش. لانه يعني نصحتها، وحتى نصحت ناس مقربين من الجماعه دول. مقربين قوي. قلت لهم قولوا لابنكم ما يقعدش في التلفزيون 24 ساعه علشان خاطر الوفد هتكتب. ما انا بقى حبيبه فؤاد باشا بنته تقريبا، انا يعني ممكن اروح اقول له. جريده الوفد يعني يكتبوا في الوفد القصه. فعلا بقوا يلمحوا في الوفد. وعشان كده الوفد اتكرهت، يعني كانت مكروهه لاخر لحظه. اعتماد خورشيد، اللعب مع الكبار دائما مؤذي بالنهايه؟ هقول لك ليه بناء على تجربتك انت. انا هقول لك ليه مؤذي. لانك انت دلوقتي مع الكبار وسمنه على عسل، بعد كده هو الكبار بيتشالوا، انت بتترمي، لازم تتشمي. ما هو تشالوا، ما فيش كبير بيقعد على حاله. يعني مثلا وزير وانت بس ده اللي حصل معك. اللي حصل معك. وانت بعدك على قيد الحياه بقدره رب العالمين. والله كان ممكن يعني يصفوكي في لحظه. دبرت لي مؤامرات. صلاح نصر مؤامره ليقتلني، وكل الناس كانت شاهده عليها، لان كل بالسم. او 13,000 جنيه صرفهم من مال الدوله، والنائب العام هو اللي حكاها لي. انا ما كنتش عارفه ان هو كان هيقتلني، حكاها لي وانا في محكمه الثوره بشهد عليه. شوف ربنا، شوف ربنا، طول الوقت ما كنتش عارفه ان هو هيقتلني، واتاريه هو كان هيقتلني وما فلحتش الخطه بتاعته، ما رحتلوش. تخيل. ادي حاجه. نمره 2، ومين دبر لك المؤامره الثانيه؟ المؤامره الثانيه صفوت الشريف. وانا رايحه عند ماجد دريم دي، ولا دريم ماجد، في ماجد. بصيت لقيت واحد بيكلمني يقول لي لو نزلت دلوقتي، وضربوا الصحفي اللي كان كاتب عني في الاذاعه والتلفزيون، ضربوه عوروه. كان جاي لي عشان نروح مدينه الانتاج، ضربوه عوروه في عينه، وجه معايا وهو متعور. فاكر اسم الصحفي؟ اسمه نسيت اسمه. علي. برافو عليك. واحد كلمني قال لي لو نزلت دلوقتي هيترش في وشك ميه نار، مش هتقدري تروحي. يا خبر اسود. وخلاص حتى البنت بقت تتكلم تقول اعتماد زمانها جاي، اعتماد زمانها جاي، اعتماد زمان. اتاخرت ساعه وهم مش عارفين يعملوا حاجه. كلمت الجيش وكلمت الشرطه وكلمت البوليس، كلمت الدنيا كلها. البوليس المأمور بنفسه جالي بحراسه، خدني وداني مدينه الاعلام، ماشيين ورايا الضباط. هيدا اكبر دليل انه بالنهايه الجيش هو سند لإلك وبيحميكي من كل مأزق. بنعرف محبتك وتقديرك. حتى المحكمه العسكريه ادتني حكم ايقاف التنفيذ. ما سجنيش، ما قدرش يسجنني. ولا الأول مرة ولا تاني مرة، عشان شريان رفعت قضية. كم سنة ضليتك متزوجة؟ 4 سنين.